الكرة تاني بس معالي في منتهى الخطورة، خطيرة سعيد كمال، جول. طلائع الجيش اللي ما ظهرش طول ال 28 دقيقة بهجمة مؤثرة من لعبة وحالة سرحان وتوهان دفاعي في ظل حالة الفوضى اللي كانت موجودة في اللعبة اللي فاتت. سعيد كمال يسجل هدف التقدم لطلائع الجيش. هي الكورة كده، ما تستغلش اللي يجي لك، اللي قدامك مش هيستناك. ادي التمريرة البينية ولاعيبة النادي الاهلي في المناطق الخلفية الاربعة واقفين على خط واحد بشكل غريب، انما هنشوف بداية الخطأ الدفاعي وسعيد كمال يسجل هدف التقدم. ادي اللعبة وطلع مسعد عوض، انما الراجل غمزها بحرفنة يا ولد يا لعيب، عملها زي الجراح كده سعيد كمال عشان يحط طلائع الجيش في المقدمة. 1 لطلائع الجيش، والنادي الاهلي مازال في حالة عدم الاتزان في لقاءاته الاخيرة. وبعد ما كان بيضيع عند وليد سليمان، مفيش رايه، وليد خطيره، ممكن جول 1-1. عماد متعب، جات لك اهي متعب. لما الكوره يا جماعه يعني بتطوع اللاعب بتطوع، عماد متعب عمل الصعب، جت في القايم، ومن الفولو والمتابعه يسجل من لعبه وليد سليمان اللي راح انفراد. ادي اللعبه والحكايه من اولها، وليد ويعملها جامده حلوه في القايم، وعماد متعب يا ولد يا لعيب المتابعه. 1-1. جونين في دقيقتين. الجيش والاهلي بعد ما كنا 28 دقيقة حالة من الصيام التهديفي، الاتنين الجيش فاجئنا بهدف لسعيد كمال، ويرد النادي الاهلي منطقيا بتعادل لعماد متعب. 1-1. يطلع تاني محمود حمدي، تامن اهداف عماد متعب هداف الاحمر هذا الموسم. ادي زكريا اللي بيكمل الايقاف بتاعه لمدة شهر. ضربة حرة، هنشوف وليد سليمان وعبد الله السعيد هيلعبوها ازاي. هيلعبوها من مرة واحدة، ما رفعش ايده فاروق، جامدة، جول خطيرة حلوة. الجون الثاني للنادي الاهلي، عبد الله السعيد الهدف الثاني. 2 للنادي الاهلي. عبد الله السعيد حط وش رجله وعارف رايحة فين، كأن الراجل بيكلم الكورة وما يقدرش محمد فوزي حط ايده فيها، انما تاخد ايده وتروح في المقص الشمال. 2 للنادي الاهلي، وانا بقول نتيجة منطقية لسير اللقاء فنيا. حتى لما سعيد كمال جاب الجون الاول هدف التقدم، ادي اللعبة وادي الكرة اللي كان ممكن يحط ايده افضل من كده، لان هو تحت الكرة. الراجل حارس المرمى بلغة كده الحراس او اللعيبة يقول لك يصيد في لعبة زي دي ويعمل لها منظر ويطلعها. الكرة جامدة اي نعم اهي، بص وادي محمد فوزي تاخد ايده، برضه خبرته قليلة محمد فوزي، مسمار قدام المناطق الدفاعية. واستغل النادي الاهلي، عملوا تمريرة بينية حاجة، والنهاردة هو عماد متعب هو اللي رايح. متعب ومحمد فوزي، جول. الهدف الثالث للنادي الاهلي. 3-1 بجون يفرق معاهم كتير ويديهم الثقة مع بداية الشوط الثاني، يوسعوا النتيجة بفارق هدفين. ثلاثية للنادي الاهلي مقابل هدف لطلائع الجيش. ادي عماد متعب واخد القرار وحاططها جامدة، كل ما اللعيب يبقى مركز وحاطط، حتى لو رايح معاه حارس المرمى زي ما عمل محمد فوزي كده تبقى صعبة عليه قوي، وهو ده اللي عمله متعب في ركلة الجزاء. 3 للنادي الاهلي وجونين لمتعب في مواجهة اليوم امام طلائع الجيش اللي بتحمل رقم 16 في